يرحم زمان وليالي زمان، والناس يا متهني يا فرحان. الدنيا كانت فلة ووردة ولسه ما اخترعوش أحزان. الله على زمان، كلنا بنقول الكلمة دي، كلنا بنحن لزمان. الترند دلوقتي نوستالجيا، هو ده الترند، كله بيفكر في زمان وأيام زمان والزمن الجميل وأكل زمان وديكورات زمان، كل حاجة صح؟ يلا نتكلم عن زمان. حلقة النهاردة عن النوستالجيا والماضي اللي ساكن جوانا في قلبنا وعقلنا. مهما بنكبر، مهما بنروح وبنعيش في الحياة، الماضي معانا وجوانا. يلا بينا، يلا نشوف الأمثال العالمية. مثل أوروبي بيقول الماضي وطن لا نغادره أبدا. عايش جوانا، كل ذكرياتنا من الطفولة مهما بنكبر بيفضل معانا. مثل صيني بيقول الذكريات القديمة مثل النار تحت الرماد. ممكن تلاقي الرماد مطفي قدامك لكن في نار تحته لسه بنشتعل. بالظبط كده، احنا مهما بنكبر ومهما بنوصل لحاجات ومراكز وبنسافر وبنروح ونيجي، في حاجات جوانا عمرها ما بتهدى ابدا. في مثل لاتيني بيقول من عاش الامس يحن اليه ولو كان مرا. حتى لو الذكريات فيها حاجه صعبه برضه بنشتاق لها وبنحن لها، بيبقى في شويه شجن لها. في اليابان بيقولوا الزمن يمشي لكن الذكريات تمشي بجانبه. كله ساكن جوه القلب. المثل في أفريقيا بيقول الحنين صوت الماضي حين ينادينا. يلا بسرعة نيجي على مصر نشوف الأمثال بتاعتنا. طبعا أحلى مثل وأكتر مثل بيتقال يا حلاوة زمان. وفي مثل بيقول القديم له هبته. وفي مثل بيقول الذكريات الحلوة تعيش أكتر من أصحابها. يعني احنا ممكن نفضل فاكرين ذكريات حلوه بالتفاصيل، بكل كلمه وكل لبس وكل التفاصيل، ويكون صحابها ماتوا والبيوت نفسها اتهدت والاساس راح، لكن احنا فاكرين كل التفاصيل. اللي شاف زمان يحن له. وكمان بيقولوا اللي راح عمره ما يرجع. شويه حزن على شجن، بس هو دي حقيقه، اللي راح مش هيرجع بس عايش جوانا. في امثله بقى ساخره بس واقعيه، التلاتة بنفس المعنى. الماضي مزوق، ومثل بيقول الذكريات بتجامل، ومثل بيقول الماضي مفلتر. التلاتة بيقولوا ايه؟ احنا مهما يكون ذكرياتنا فيها وجع وألم او فقر او ظروف صعبة، احنا دايما لما بنيجي نشتاق للذكريات دي بنبقى ايه؟ بنبقى شايفين الحلو اللي فيها بس، بننسى خالص الآلام. في بقى مثل بيضحك شوية، بعد ما راح المقبرة بقى حتة سكرة. يعني مثلا على طريقة اذكروا محاسن موتاكم. يعني الإنسان عبارة عن ماضي عدى وفات، وواقع احنا عايشينه دلوقتي، ومستقبل في علم الغيب. احنا لازم نستفيد من الماضي ولازم يكون جوانا، بس ما نستسلمش له، ما نبقاش زي الناس اللي عاشوا في الماضي خالص ونسوا واقعهم وتجاهلوا ان في مستقبل. وفي ناس تانية تقول لا احنا مالناش دعوه بالماضي ونقطع جذوره خالص. لا طبعا، الشجرة دي أصلها بذرة فضلت تضرب الأرض بالقوة بتاعتها بالطاقة بتاعتها، وتحدت الجاذبية الأرضية وضربت جذورها عشان تدينا الشجرة دي كلها بثمارها بكل الخير اللي فيها. يبقى احنا الجذور دي حاجة مهمة. احنا كمان الماضي ده جدرنا، الماضي ده ذكرياتنا هو جدرنا، بس ما نستسلمش تماما ونعيش فيه تماما، لازم يكون فيه توازن. النهاردة كنا بنتكلم عن النوستالجيا. اشوفكم على خير، سلام عليكم.